مني. أنا انصدمت، هذا مني أنا؟ يا للعار، بلشت جسمي الطري يحرقني والحالة خلتني أصرخ من الألم غصبا عني. هون الإنذار ضرب، الكل استنفر من الملكة للجنود، والملكة صاحت على العمالقة. صارت تحركات غريبة من العمالقة. أنا صرت قول بيني وبين حالي هي نهايتي، إعدام أكيد. حملتني وحدة من العمالقة وحطتني على الأرض، شلحوني كل الجلود يلي لافيني فيها وما ضل غير جلدي الأصلي. يا فضيحتي، جسمي مكشوف أمام الغرباء والكل عم يتقرف مني، عيونهم كبرت ووجوههم قرفاني، وأنا محروج ومصدوم. وركضت فيني هالعملاقة على غرفة تانية وفتحت شي بالحيط نزل منه مي دافية وبلشت تغسلني من تحت ومدت إيديها على خصوصياتي، المنطقة الحساسة. يا فضيحتي، يا خجلتاء، يا لطيف. بهديك اللحظة تمنيت إني انمحي من الوجود، بس يلي هداني شوي وطمني إنه شفتها ضحكت ولفتني بجلد جديد ورجعتني على الأرض. أيوة، الإعدام الآن على نظافة. دهنت جلدي بمواد ورشت غبار أبيض على مناطق الحساسة وربطتني من الوسط بجلد جديد ملون، وأنا خايف أنتظر لحظة الإعدام. رجعت لي جلود جديدة وحملتني للملكة. الملكة شمتني وضحكت، وبهديك اللحظة حسيت بأمان ودفى. رجعت طمأنينتي ونمت نومي مثل سلاطين الزمان. بلشت أتعرف على هالعالم الغريب، في أضواء، في هوا بيدخل من حشوة ويطلع سريع، منظر الدنيا كله غريب وحلو. بلشت أتعود على الأصوات والأشكال والألوان، بس لساتهم هالعمالقة ما بيتركوني، كل شوي بيتفرجوا علي كأني مسرح. صرت بس أبكي، يجوا يحملوني ويحطوني بحضن الملكة. هالملكة يا جماعة ما بتنوصف، أمان، دفى وحنان ما بينوصف. لو ما البكى ما كنت عرفت سر الحياة هون. أنا حاليا في أمان، بديت أتأقلم مع عالم جديد. الملكة والعمالقة فعلا عاملوني حتى الآن بكل لطف ومحبة وحنان، لكن مثل ما قلت بالأول إنه دوام الحال من المحال، المناغصات لابد منها. اليوم لفت انتباهي وجود عملاق صغير في هذا العالم الجديد. عملاق بيشبه العمالقة الآخرين بس صغير ويدوب بيحسن المشي. إجا وطلع على سرير الملكة وجلس بحضنها، لفته الملكة بإيديها وباسته، وفجأة اطلع فيني وعيونه تقدح حقد وكراهية، نظرات غريبة. شعرت بالخوف فعلا وبدأت استعيد شريط ذكرياتي. هل تقابلت مع هذا العملاق الصغير من قبل؟ هل صار بيني وبينه مواقف معينة؟ هل له عندي ثارات قديمة؟ بصراحة ما لقيت شيء بصندوق الذاكرة بهالخصوص. طيب ليش هالحقد والكراهية من هالمخلوق اتجاهي؟ من جهتي أهملت الموضوع وحاولت أتجاهله لهالمخلوق، لكن هو لا، ما جاهلني أبدا وضل يطلع فيني حتى سنحت له فرصة. الكل مشغول حتى الملكة، فاقترب مني هالصغير ومد إيده علي. ما عندي قدرة دافع عن نفسي، تابعت حركاته بخوف وحذر. اقترب أكتر وغفلني وضربني بإيده. هون أنا ما عندي إلا سلاح واحد، البكاء بصوت عالي والاستنجاد بالملكة وجنودها، ونجحت مرة أخرى بتحريك الجنود. إجوا مسرعين لعندي، أبعدوا العملاق الصغير عني وهو يبكي، وحملوني بكل حنان ولطف، هدأوني بكل حب. أنا سكتت وأنا مبسوط ومستمتع ببكاء العملاق الصغير، أنظر إليه بكل سعادة وتشفي. إيه لكن حبيبي، أنا وراي عمالقة بدافع عني، اوعى تعيدها مرة تانية. الأيام تمضي رتيبي لا جديد، ابكي حتى ترضعني الملكة، ابكي حتى نام، ابكي إذا نزعجت، إذا بردت، إذا سخنت أو شوبت، ابكي حتى تنظفني من تحت وتغير لي جلودي. بطلت أشعر بالخجل من هالعملة، تعودت وطنشت. الملكة ما ضل عندها جنود كتير، بيغيبوا كتير عن الساحة فترات طويلة ما بشوفهم. أنا لازال يشغل بالي السؤال الأهم، ليش أنا هون؟ مين جابني لهون؟ شو بده مني يلي جابني لهون؟ لإمتى رح ضل هون؟ عجب في رجعة لعالم القديم؟ شو لازم أتصرف؟ أسئلة كتيرة بصراحة بدها إجابات. أحيانا ما بحسن نام من كثرة التفكير بهالأسئلة الهانية. لازم أبحث عن مصدر معلومات صادق وخبير يشرح لي. استنوني في الحلقة القادمة.